تعثرت في ملعب 5 جويل أمام جمعية تشريف، كانت مطالبة بالتدارك في تنقل صعب أمام فريق يلعب من أجل ضمان البقاء. حليمية يصنع الفارق بكرتين ثابتتين ويمنح 3 نقاط غالية للمولودية. أمين بن نصر في التعليق. لم يجري أي تغيير مع بداية هذه المرحلة، والشيء نفسه بالنسبة للمدرب خالد بن يحيى مدرب المولودية. وهجمة مرتدة من هناك على الجهة اليسرى داخل والهدف الأول لنجم مقرة. هل ستكون كرة موجهة نحو الشباك أم ناحية الرؤوس؟ حليمية يتولى التنفيذ. يا له من هدف من حليمية، ينفذها. يا سلام ماذا فعلت يا حليمية، والهدف الثاني للمولودية سجله حليمية في الوقت اللي المدرب بن يحيى قال كيبري ادخل سجل. حليمية باغت الحارس بن شلف ولاعبي نجم مقرة وسددها مباشرة، وهدفين مقابل هدف لمولودية الجزائر أمام نجم مقرة في الدقائق الأخيرة. ماذا فعل حليمية؟ يمين بكل بساطة سجل هدفين من 3 نقاط وأصبح هداف المولودية ب4 أهداف. مصطفى مازن، المولودية كم كانت بأمس الحاجة إلى هذا الانتصار، انتصار يخليها تعاود تحضر بهدوء، يعيد الهدوء إلى البيت إلى المنزل في الوقت اللازم. لو خسرت المولودية بعد تعادل آخر أمام شلف كان ستكثر الكلمات سيكثر الكلام، خاصة بعد ما سمي بالشائعة طيلة أسبوع. إذن هذا هو الانتصار اللي نسميه الانتصار الذي جاء في الوقت المناسب، أليس كذلك؟ صحيح، هو انتصار معنوي أكثر منه معنوي. هدفين من حليمية، وحليمية يصل إلى النقطة الرابعة والهدف الرابع. أكيد أنه جاء الهدفين جاءوا عن طريق كرتين ثابتتين، لكن المولودية عرفت كيفاش تسير المباراة بالرغم من أنه كانت متأخرة بهدف بوزكري المعار من المولودية إلى نجم مقرة. اليوم المولودية كانت بحاجة أكثر للتدارك، خاصة بعد نصف تعثر أمام جمعية شلف. لهذا المباراة هذه تعتبر أكثر منها مباراة معنوية لتحضير المباريات القادمة، وخاصة المباراة الصعبة لما يتنقل المولودية إلى موريتانيا للعب مباراة كأس رابطة أبطال إفريقيا. جابر، رئيس المولودية حجر جم قال هي مجرد فترة فراغ. هو كلام نقدر نفهم فيه منه أنه يحب يحمي لاعبيه أمر طبيعي، يحمي فريقه أمر طبيعي. ما يقوله لوسائل الإعلام ليس ربما ما يقول لا مدربه ولا للاعبيه، ولكن أحيانا هذه النتائج هي اللي تخليك تتجاوز تلك العاصفة التي كانت شديدة على بيت المولودية في المدة الأخيرة. نعم، هذا هو دور الإدارة. دور الإدارة هي حماية اللاعبين، هو هذا الشيء اللي راهو يعمل فيه الحاج رجم، رغم أننا نعلم أنه داخل البيت أشياء تعتبر من أسرار الفرق. حاج رجم يحافظ على فريقه ويحافظ على أو يحمي لاعبيه. أما النتائج يا كريم لما نتكلم عليها خارج الشيء اللي تكلمنا على الحاج رجم، هو أنه النتائج كلما قيل المولودية في الوساطة ب 21 نقطة، 3 مباريات متأخرة، فوز خارج الميدان. كما قال الشيخ مازا هذا فوز معنوي تحضر به، لأن المولودية لما تشوف هذه النتائج لو تفوز بالمباريات المتأخرة حتى بمباراة واحدة أو 2 مباريات في المباريات 3 المتأخرة راهي في المقدمة. دونك حاج رجم يعلم جيدا ما يعمل، والآن التحضير إلى التنقل إلى موريتانيا، لأن هذا ما يريده أنصار المولودية. يريدون التنقل، ولكن النوادي الكبيرة بين قوسين مصطفى لا تكفي فقط النتائج، أنت بحاجة إلى الأداء. لو تقول لي هذا الكلام على نادي مش متعود أنه يفوز بالألقاب نمشي معك جابر، ولكن المولودية، الوفاق، الشبيبة، نادر القصر، النوادي هذه لا يكفي فقط، لا تكفي النقاط بقدر ما أنت بحاجة إلى متعة كروية. صحيح. أسعد مدرب في العالم من هو كريم؟ هو اللي يقدر يجمع ما بين الأداء والنتيجة. ربما كاين مدرب واحد في العالم اللي يقدر يدير هذا الشيء هو غوارديولا. اليوم بحاجه الى نتائج. اليوم لما نتكلم على نتائج
شبيبه القبائل. المولوديه العام اللي فات كانت ممتعه. اسمح لي نتكلم على انا جاي شبيبه القبائل ومن بعد باش ندير اسقاط على المولوديه. اليوم شبيبه القبائل في المرتبه الاولى، لكن الجمهور يطالب بالاداء. غير مفهوم ربما لماذا نطالب بالاداء والفريق في المرتبه الاولى. اليوم المدرب يحتاج اكثر الى النتائج، يحتاج اكثر الى خلق ذاك التجانس ومجموعه، خاصه لما نتكلم على شبيبه القبائل، لانه شبيبه القبائل كل شيء جدد فيها، ملعب جديد، مسؤولين جدد، لاعبين جدد، يعني كل شيء جديد في شبيبه القبائل. لهذا يتطلب وقت. لما ندير لك اسقاط على المولوديه، نتائج المولوديه الموسم الفارط مع هذا الموسم ما نقدرش نعملوا مقارنه، لانه كثير من الاشياء تغيرت. نكتب نعلق بلاعب واحد ربما كان ساهم